جايبه لكم النهارده بيت للبيع في موقع ممتاز جدا جدا. بيت للبيع تجاري سكني في الحي 15 مجاورة 99. السعر مفاجأة. انا هنا كده على الامتداد ابو حماد، ده هناك كده بيودينا على الموقف وعلى دايموند وعلى الحي 11. ده امتداد ابو حماد. لما نيجي نحسبها بالترتيب، امتداد ابو حماد بيجي من اول الموقف الجديد 11 15 17، وبعدين الحي 25 34. البيت ده قطعة الأرض فيه بتمن قطعة أرض في الحي ال25 على الامتداد بتاع أبو حماد. يعني حي كامل متكامل، مرافقه شغالة، هلاقي كل خدماتي بسهولة، والقطعة تعتبر بسعر قطعة على، وهو كده كده على امتداد أبو حماد بتمن قطعة في الحي ال25. الحي ال25 لسه مفيهوش مرافق ولا في أي حاجة، والقطعة هناك على الامتداد وصلت 3 مليون وربع. هنا بقى البيت في الحي ال15 على الامتداد ابو حماد في حي سكني. البيت موقع سكني تجاري. بيت اللي هو ايه الجمال ده. البيت مفهوش بدروم. حطوا لايك، اشتركوا في القناه، وفعلوا الجرس، اعملوا شير الفيديو عشان الكل يستفاد. هندخل مع بعض جوه البيت كده، اسمعوا الفيديو للاخر عشان هنقول سعر البيت. انا عايزاكم كده اللي سمع الاول كده في الاول الفيديو توقع سعر البيت ده هيجيب كام بالاسعار احنا بنسمعها الفتره دي في السوق ده. يعني السوق اليومين دول بنسمع حاجات طوب احمر من فوق الاربعه، وبتبقى دور او دورين. ده بيت 3 ادوار بدون بدروم، بس تشطيبات، بس التسليحات بتاعته حلوه قوي زي ما انتم شايفين كده. حاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا، تسليح ممتاز. ده هنا احنا دخلتنا للجنينه من ورا. البيت مساحته حلوه جدا جدا. الشقه اللي فوق اللي روعه. هتتفرجوا على الدور التاني بقى، شقته جميله جدا. ده الجنينة كده، وهو عامل باب من الشقة للجنينة. طبعا البيت مفيهوش اي تشطيبات، مفيش فيه اي تشطيبات، حتى البوابات مش موجود زي ما انتم شايفين. تحتاج لبوابتين 2. يعني انا مثلا عايزه له توتال مليون جنيه، أو بصوا اروق على البيت ده. مليون جنيه يروق لي على البيت دوت، ويعمل لي شقة صالحة للسكن، شقة سوبر لوكس، شقة ممكن تكون نص تشطيب مع الواجهة، مع اساسات الكهرباء والسباكه وكل الاساسيات للثلاث ادوار. البيت 3 ادوار بس مش 4. ده الدور الارضي، عامل ريسبشن كبير. صاحب البيت هو اللي سايبه كده. انت تقدر تغير في النموذج ده تحت، يعني تغير بدل ما هو عامل اوضتين تعمل 3 4 اللي انت عايز تعمله. سواء سايب الدنيا كده مفتحه، عامل اوضتين 2 ومطبخ وحمام وريسبشن كبير. نطلع بقى الدور اللي فوق. ده البحر بتاعنا. البيت بحري جاي من عند الجار. ده الدور التاني. خمنوا معايا بقى في الكومنتات بسرعة السعر هيكون كام عشان السعر مفاجأة. التواصل للجادين بس، رقم التليفون بتاعنا اهو. طبعا عارفين لما ننزل حاجة ونقول حلوة يعني حلوة، حاجة لقطة يعني سعر لقطة. ده الريسبشن. الريسبشن هنا ياخد 4 قطع. الريسبشن ياخد 4 قطع. ده نموذج 276. القطعة 276. عامل حمام ضيوف حلو قوي. عامل مطبخ كبير جدا. المطبخ كبير. والريسبشن ياخد 4 قطع زي ما انتم شايفين كده. تقعد في البلكونه كده بكوبايه النسكافيه. الطريق قدامك زي الفل، في وشك الحي 15. سوري، اللي دار مصر الحي 15، اللي هي اللي عند الحي 15. معانا اوضه على الجنب كده، ودي طرقه حته حلوه كويسه كده، ممكن تحط المكان دوت فريزر او غساله. دي اوضه كبيره. ده حمام كبير برضو. الأوضة شايفين ما شاء الله الوسع بتاعها كبير جدا. تاني أوضة برضو واسعة جدا وجميلة جدا. تالت أوضة بالبلكونة الصغيرة بتاعتها. يبقى هو هنا في الدور ده عامل 3 أوض وحمامين ومطبخ كبير، والريسبشن ياخد 4 قطع. سعر البيت 6 مليون للجادين. سعر نهائي، اللي هو مش هينزل جنيه عن 6 مليون. أنا شايفة إن البيت سعره كويس جدا. بما ان نقارن الداخلي في ال5 في ال15 والحي 13 والحي
ال11 بيتكلموا في الاسعار دي الداخليات جوه، عشان تبقى على مسطح، او يقول لك ده اصلها ناصيه داخليه. لو بيت بالثلاث ادوار بكده وناصيه داخليه جوه، يقول لك ايه، بيتكلموا في 6 الا ربع. ده الطريق الرئيسي العمومي امتداد ابو حماد. لو جيت خدت قطعه في ال 25 على الامتداد بتلاتة ونص او 3 وربع وتبنيها التلات ادوار، هيكون مقارب لده. لكن ده حي ساكن وخدماته شغاله، وحي كامل متكامل زي ما بيقول دار مصر انت شايفينها دي.